ما طالع بهذا المقطع حتى اتكلم عن العنصريه والاسبان عنصريين، اتوقع الكل عرف هذا الشيء، ولا طالع اتكلم عن الجدل التحكيمي بالدوري الاسباني، اتوقع اغلبكم عرف بان الدوري الاسباني يمتلك اسوأ حكام بالدوريات الخمسه الكبرى. بس اريد اقول بان ريال مدريد يفتقد للقائد الحقيقي، قائد بكل معنى الكلمه. اي نعم، بنزيما قائد، مودريتش قائد، كروس قائد، ولكن قائد عن قائد يختلف. نحتاج راموس، نحتاج كاسيميرو. وينك يا راموس؟ راموس كان ابن امه وابوه اللي يسوي هيك اعمال ويا لاعب من ريال مدريد، يجي فلشت فلش ورب الكعبه. بما انه رابطه الليغا ما تقدر تحمي لاعبين مثل فينيسيوس، على الاقل لاعب من ريال مدريد يكون قائد ويحمي فينيسيوس من هاي الاعمال القذره. ما يحميه من الجمهور، ما يقدر يسوي من الجمهور، بس على الاقل يحميه من اللاعبين. ماكو هيك وكل هاي ويطرد فينيسيوس، يطرد، هاي قذاره. بنزيما قيمه فنيه عاليه، ولكن بهاي الامور نحتاج لاعبين مثل راموس او كاسيميرو.